السلام عليكم. النهارده خليك تعرف تعمل برنامج تدريبي لنفسك من غير ما تحتاج لكوتش، فتابع معايا لاخر فيديو عشان تعرف. اول حاجه عشان تعرف تعمل برنامج تدريبي لنفسك هو انك لازم تجاوب على سؤال مهم جدا: ايه هو هدفك من البرنامج التمرين ده؟ هل هدفك انك تخس دهون ولا تزيد قوه ولا تزود قوه تحملك ولا تعمل عضلات؟ خلال اجابتك على السؤال ده هتعرف تعمل برنامج تدريبي لنفسك من حيث عدد المجموعات وعدد التكرارات والاوزان اللي هتشيلها ووقت الراحه. من خلال الحاجات دي هتعرف تعمل برنامج مخصص ليك انت بالذات. تاني سؤال لازم تجاوبه لنفسك: هتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ مبدئيا كده وقتك في التمرين بياخد من ساعة الى ساعة ونص، فلازم تعرف انت هتتمرن كام يوم في الاسبوع. هل هتتمرن 5 ايام ولا هتتمرن 3 ايام، ولا لو انت ما عندكش وقت كافي هتتمرن يومين بس في الاسبوع؟ من خلال اجابتك دي هيساعدك في انك تعرف تعمل برنامج تمرين مخصص ليك انت. طب خلينا ندخل في المهم: ايه هي انظمة التمرين بتاعتك المتاحة؟ انت عندك 4 انظمة. عندك نظام تمرين اسمه البوش بول ليج، وعندك نظام اسمه البرو سبليت، وعندك الابر اند لور، وعندك فول بودي ورك اوت. طب خلينا اشرح لك نظام وهل هو يناسبك ولا ما يناسبكش، وهقول لك كل التريكات بتاعت كل نظام. البرو سبليت وده اقدم نظام تدريبي، عباره عن ان انت بتمرن العضله مره واحده بس في الاسبوع. طيب وده من اشهر الانظمه اللي كانت موجوده زمان. طيب ده عباره عن ايه؟ مثال يعني كده: ان انت مثلا بتاخد بنش، وبعدها اليوم اللي بعده بتاخد ظهر، اليوم اللي بعده بتاخد بايو تراي، اليوم اللي بعده بتاخد كتف، واليوم اللي بعده بتاخد رجل. ده رايي الشخصي ان انا مش بفضل النظام ده، لان النظام ده بيخليك تمرن العضله مره واحده بس في الاسبوع. واخر الدراسات اللي اثبتت ان انت لازم تمرن العضله بتاعتك من مرتين الى 3 مرات لو انت شخص متقدم في الابر اند داون. طيب النظام ده بيخليك تمرن كل جزء في جسمك لوحده، يعني انت بتتمرن يومين بس في الاسبوع. طيب مثال زي ايه؟ اللي انت مثلا بتاخد يوم بتتمرن فيه الرجل بس، طيب ويوم تاني بتمرن فيه الابر بتاعك كله بس، زي البنش، كتف، ظهر، بطن، بايو تراي، كل العضلات اللي موجوده في الجزء العلوي من جسمك. والنظام ده هيبقى مناسب ليك لو انت ما عندكش غير يومين بس فاضيين في الاسبوع، ولو انت شخص مبتدئ انا مش بنصحك بيه. تالت نظام البوش بول ليج. النظام ده الشباب كتير قوي بيحبوه، نظام مشهور جدا في الفتره الاخيره. طيب ده عباره ان انت بتقسم جسمك الى 3 اجزاء، كل يوم بتمرن فيه حاجه معينه، زي مثلا يوم بتمرن فيه البوش، ويوم بتمرن فيه البول، ويوم للرجل. مثلا تمارين البوش اللي هي تمارين الدفع في يوم لوحده، دي عباره عن ان انت بتتمرن مثلا بنش وتراي وكتف بس، تتمرن الكتف الامامي بس، وبتتمرن الكتف الجانبي بس. طيب بتاخد مثلا تاني يوم البول اللي هو السحب. طيب انت خدت مثلا ايه امبارح البوش اللي هو العضلات البنش والكتف. طيب اليوم اللي بعده بتاخد البول. البول عباره عن ايه؟ عباره عن الباي، وعباره عن الظهر، وعباره عن كتف الخلفي. وتالت يوم بتاخد الرجل، والرجل بقى ايه؟ نص الجسم كلها اصلا، يعني ربنا يعينك. النظام ده برشحه ليك وبنصحك بيه لو انت مش فاضي غير ان انت بتتمرن 3 ايام بس في الاسبوع. طيب وندخل بقى على اخر نظام معانا: الفول بودي ورك اوت. طيب بالبلدي كده اسمه ايه؟ الجنرال المتداول في الجيمات يعني وكده. طيب النظام ده عباره عن ايه؟ النظام ده عباره ان انت بتتمرن كل عضلات جسمك في يوم واحد بس. خلينا اديك مثال مثلا عن النظام ده. النظام ده بتاخد فيه زاويتين بنش، زاويتين ظهر، زاويتين كتف، وزاويه باي، وزاويه تراي. طيب والنظام ده مناسب للناس الكاريزما قوي بقى، اللي هي بتروح يوم واحد بس في الجيم اصلا. طيب وانا مش برشح لك النظام ده، بس يعني لو انت مثلا نص العمى ولا العمى كله، لو انت ما عندكش غير يوم واحد بس ان انت تنزل الجيم، فتقدر تتمرن النظام ده. طيب لو انت تقدر تنزل مثلا اكتر من يوم، فطبعا انا مش برشح النظام ده، لان النظام ده مش افضل حاجه في عمليه البناء العضلي. ونصيحتي الشخصيه ان انت لازم تتمرن من 3 ايام في الاسبوع الى 5 ايام. طيب لا تتمرن اكتر من كده ولا تتمرن اقل من كده. لازم على الاقل تدي فرصه لنفسك يومين في الاسبوع ان انت تاخد راحه، لان الراحه جزء من التمرين. كتر التمرين بتاعك ممكن يدخلك في عمليه اسمها اوفر تريننج، ومش هتبني عضلات، هتخش في عمليه هدم عضلي او اجهاد عضلي كمان. اديني كده شرحت لك الانظمه التدريبيه، تعالى بقى اما اشرح لك. طيب انت نازل الجيم او نازل تتمرن بهدف ايه؟ هل انت نازل تتمرن ليه؟ نازل تتمرن عشان قوه عضليه ولا حجم عضلي ولا قوه تحمل؟ على حسب اجابتك انت هقدر احدد لك نظام التمرين المناسب، او تقدر تحدد لنفسك نظام التمرين المناسب اللي هيوصلك للهدف بتاعك. طب خليني اقول لك كده: لو انت هدفك مثلا ان انت تعمل حجم عضلي، فان انت هنا بتشيل اقصى وزن ممكن ليك، بتلعب مثلا من عدات من 8 عدات ل 12 عده. طيب الراحه، اوقات الراحه اللي بتاخدها ما بين المجاميع بتاخد من دقيقه الى دقيقتين. طبعا ما انساش اقول لك ان انت لازم توصل نفسك لعمليه الفشل العضلي. طيب لو انت هدفك بقى قوه عضليه، يعني لو انت مثلا لاعب رفع اثقال او العاب قوه او جودو او باور ليفتد، فالمناسب هنا ان انت تشيل
اقصى وزن ليك وتجيب فيه من عدة الى 6 عدات. طيب وقت الراحة بتاعك يبقى من 3 دقايق الى 5 دقايق علشان الاي تي بي بتاعك اللي هو مخزون الطاقة يقدر ان هو يتكون تاني وتشيل اوزان اتقل. ونيجي على اخر هدف، لو انت هدفك ان انت تزود من قوة التحمل بتاعك، يعني لو انت مثلا لاعب مثلا بتجري ماراثون مثلا، او لاعب بتجري مسافات طويلة، ولاعب عداء او لاعب سباح، فافضل حاجة ليك ان انت لما تيجي تلعب في الجيم تلعب مثلا بوزن خفيف، تلعب من 15 عدة ل 20 عدة، ووقت الراحة بتاعك يبقى من 30 ثانية إلى 60 ثانية. وآخر حاجة أكلمك عليها هي الكارديو. طبعا الكارديو شيء مهم مهما كان الهدف بتاعك إيه هو، لأن الكارديو مهم عشان تزود بيه الفي او 2 بتاعك. وطبعا الكارديو بيختلف من فترة لفترة، يعني لو انت مثلا فترة تضخيم يبقى تلعبه من مرة إلى مرتين في الأسبوع كله، تمام، في مدة لا تتعدى ال 15 دقيقة. طيب لو انت هدفك ان انت تنشيف، بتلعب مثلا من 5 مرات إلى 6 مرات في الأسبوع، وطبعا المدة بتاعتك بيبقى من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة. ودلوقتي بقول لك مبروك، بقى عندك كل المعلومات الكافية اللي تخليك تقدر تعمل برنامج تمريني لنفسك من غير ما تحتاج لكوتش. ولو استفدت من الحلقة طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان أول ما انزل حلقة تجيلك على طول. وطبعا لو عندك أي سؤال تقدر تسيبهولي في الكومنت تحت. لو عايز تتمرن معايا اونلاين كوتشنج عشان اقدر ان انا اظبط لك الموضوع ده كله، ما تنساش تبعت لي على الدي ام على الانستجرام. وبرضه لو احتجت اي مكمل برضه ما تنساش تبعت لي على الدي ام على الانستجرام علشان تقدر تاخد المكمل اللي انت عايزه بالسعر كمان اللي انت عايزه. طبعا ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتنتظر الحلقات الجايه. كان معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم. فل ساتر، كل اعوذ برب الفلق يا جماعه. العين كلها بصاصه، عايزه في عينها رصاصه.